في تكريمهما من قبل المدير العام لجريدة الجزائر الجديدة وقناة الوطنية السيد أحمد درويش في اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، حظيت الصحفيتين أمل كاري ومريم والي بتكريم من قبل والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي في حفل أقيم بالمناسبة على شرف عدد من الصحفيين الممثلين لمختلف المؤسسات الإعلامية المرئية المسموعة والمكتوبة والإلكترونية. بهذه المناسبة راني سعيدة جدا بهذه الالتفاتة لوالي ولاية الجزائر الذي أبى إلى أن يكرم الصحفيين في يومهم الوطني. هذا اليوم الذي ربما تعجز الكلمات التعبير عن رمزيته، سيما رمزيته التاريخية. أنا جد سعيدة بهذه التكريم الذي أعتبره بمثابة تحفيز معنوي للصحفي الجزائري بصفة عامة ولصحفي وكالة الأنباء الجزائرية تحديدا. أهنئ كافة الزملاء الصحفيين بقناة الوطنية وجريدة الجزائر الجديدة في اليوم الوطني للصحافة، وأهنئ كذلك كل الصحفيين الجزائريين في عيدهم الوطني. نشكر ولاية الجزائر على هذه البادرة، وأشكر كذلك مؤسسة قناة الوطنية على تكريمها للصحفيين في عيدهم هذا. أتمناه سانحة لإعادة من السلطات العليا لإعادة إثراء قانون الإعلام بما يعود على المهنة ويثريها من قوانين ومستجدات إن شاء الله. الصحفي في الجزائر بحاجة إلى مثل هذه الالتفاتة وهذه التكريمات، سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفي يعاني كثيرا في مهنة المتاعب بأثم معنى الكلمة. نحن نعيش مشاكل عديدة مهنية اجتماعية. أتمنى أن يتم تجاوز هذه النقاط، وذلك للسماح للصحفي لينشط، ليكون فعلا سلطة رابعة لكي يقوم بعمله بعيدا عن ضغوط. بمناسبة اليوم الوطني للصحفيين قامت ولاية الجزائر بتكريمنا، وهذا فخر لنا. هذا دليل على أن المؤسسات الجزائرية تهتم كثيرا للدور الصحفي في نشر الرسالة وفي نشر كذلك الخبر. مرة أخرى أشكر خلية الإعلام وعلى رأسهم والي ولاية الجزائر على هذا التكريم.